ملخص سريع جدا للي حصل الجزء اللي فات وانتهينا فين. اخر حاجه وقفنا عندها ان نيزع رجعت لقوتها ولكن بدون العناصر الاساسيه بتاعتها، والرمح بتاعها راح عند سيد الشياطين وكان بيحاول يقنعه وقتها ان هو الحارس الشخصي بتاعه. بنرجع تاني لقلعة الشيطان وبنشوف ان سيد الشياطين بيتكلم مع الحارس وبيقول ان هو كان الحارس الشخصي بتاعه، وفعلا الرمح بيقول انه فاكر ملامح الشخص ده، فبيقول ان من صميم قلبه هو فاكر ان هو سيده لسه، وبيسأله اذا كان عايز يخدمه تاني. فطبعا الحارس بيقول ان هو تحت خدمته. وبنته بتيجي دلوقتي وبتتكلم مع ابوها وبتقول انها قبضت على جوزها خلاص، وبيقول انهم لازم دلوقتي يخلصوا على كل الناس اللي بتضايقهم، والرمح بيكون اول واحد في خدمته. بنشوف وقتها لونج ومو وهم بيهربوا من المكان، ولكن الرمح بيعرف يحدد مكانهم وبيجي علشان يحاربهم، وبيطلب مو انها تهرب لان هي لسه فاقده الجوهره بتاعتها وهو مش عاوز يدخلها في مشاكل، وبيبدا ان هو يحاربه، ولكن هي بتقدر انها تخش معاه وبتقول انها تهزمه من غير الطاقه بتاعتها، وبتبدا المعركه ما بينهم وبيبان انها قويه حتى من غير الجوهره بتاعتها. وبعدين بقى بنشوف بنت سيد الشياطين وهي بتديله الجوهره بتاعت لونج، ولكن لما بيحاول يفك التعويذه اللي عليها بيلاقي انها اتغيرت، وبيقول ان من غير التعويذه بتاعتها هي ملهاش اي 30 لازمه. بيسال بنته هي ازاي مش عارفه حاجه زي دي، فبتقول ان الوقت كان ضيق جدا وهي ما عرفتش تسال عن التعويذه، بس هي كده تعرف توصل لها او هو هيعرف يفكها، وكده كده هيقدروا انهم يستفادوا منها، وان هي دايما كانت متخانقه مع لونج ومش عارفه على الكلام ده. لما بيجي حارس الرمح بيقول ان لونج قدرت تهرب منه وان هو لازم يسامحه، فبيقول طالما انت بخير مش مشكله وخش ريح شويه. وبتستغرب جدا بنته من المعامله، فبيقول ان ده تنين وان لازم يستفاد منه كويس لان قوته جباره وهو الوحيد اللي يقدر يغلب نيزع. وبتكون بنت سيد الشياطين حابسه ملكه البحار في ازازه صغيره جدا عشان ما تحاولش انها تهرب، وبتكون ملكه البحار عايزه انها تخرج، فبتقول انها هتخرجها ولكن بشرط انها تعرفها تعويذه الجوهره، ولكن هي طبعا مش بتكون موافقه. الوزير بيقول انها محتاجه تموت تقريبا، ولكن الملكه بتقول انها ذكيه ولكن دماغها ناشفه وان هي لازم تكون في صفها عشان هي تقدر تاذيها، وبتبدا انها تنفذ سحرها عليها، ولكن ملكه البحار مش بتكون راضيه تتكلم وبيغمى عليها لان السحر بيكون شديد. وبتروح بعدها تجيب جوزها وابنه عشان تعذبهم وتحس انها اعلى منهم، وبتسال جوزها عن الجوهره الفضيه اللي هو مخبيها، ولكن جوزها بيقول انه مش هيتكلم وانه اول لما يرجع للعرش مش هيكفيه لو قطعها حتت صغيره ورماها لسمك القرش في البحر. فبتقول انهم لما كانوا زوجين هي كانت بتحكي له على كل حاجه، ولكن هو دلوقتي مش راضي يتكلم، وابنه بيكون عايز ابوه يتكلم، فبيقول ان ابنه عاق وجبان مش زي ابوه، ولكن هي بتستخدم عين التنين وبتاخد من ذكرياته اللي هي عايزاه وهو مكان الجوهره الفضيه، وبتقدر تعمل ده بسهوله لان قوه سحرها دلوقتي عظيمه جدا بما ان هي الملكه بتاعت ارض التنانين المائيه، وبتعرف ان الجوهره عند السلحفاه ساجي وهي ملكه من الملوك الاربعه، ولكن ما يعرفش طريقها ولا حتى الوزير. وبنرجع عند نيزع والكاهن وبيقول انها دلوقتي لازم تعرف الصح من الغلط وتفرق ما بين قراراتها، وما ينفعش تتجاهل كلامه لان ده ممكن يدمرها، وان دلوقتي مهمتها انها تساعد لونج وابوها انهم يستعيدوا قوتهم، ولكن هي بتعتذر وبتقول ان دول هم اللي قتلوها، وهو انهم لازم يبوسوا ايديهم وش وظهر عشان ما دمرتش المملكه بتاعتهم قبل ما تموت، ودلوقتي عايزينها تساعدهم، لكن الملكه بتقول ان ده طريقها القادم وده امر ولازم تنفذه، وبتطلب منهم تروح عند والدها، ولكن الملكه بتقول ان اعاده احيائها ده كان شيء عشان الحفاظ على الاتزان، ولكن ما ينفعش ترجع لوالدها لانها لازم تقطع علاقتها بكل البشر. بنروح عند لونج اللي بتكون بتحلم بكابوس وبتشوف ان نيزا جت عشان تنقذها في الحلم، ولكن بدل ما تقتل مرات والدها بتقتلها هي، وبتصحى مفزوعه من الحلم، بتقوم تعيط لانها بتكون عايزه كل ده يكون حلم مش اكتر، وان صاحبتها لسه عايشه وان اخوها لسه عايش وان المملكه لسه بتاعتهم. فبيقول مو ان كل ده كابوس وهيخلص بسرعه وهيقدروا انهم يرجعوا المملكه تاني، ولكن اللي مات مش بيرجع. بعدين بنروح مملكة الشياطين وبتشوف انهم شايفين الجواهر بتاعت نيزا وهي بتدور في العالم، وبيكون محتاجة الجوهرة الذهبية بتاعتها لان هي اقوى حاجة بتملكها. وبنشوف بعدها نيزا وهي مع الكاهن وبتاخد شوية من قوته عشان تساعد ملوك التنانين، ولما بتسأل هي ليه ممكن تساعدهم بما ان هم اساسا سبب موتها، بيقول ان ده شرط عليها ولازم تعمله وانهم هيتقابلوا في المستقبل اكيد، ولكن هي دلوقتي لازم تروح تنقذ لونج صاحبتها. بيروح مو ولونج عند عمهم ملك البحار وبيطلبوا منه نطلب طلب من باقي الملوك بالتوحيد عشان يحاربوا ملوك الشياطين اللي مسيطرين على المملكة بتاعتهم، وبيبان عليه انه شخص مسالم جدا ومش بيحب الحروب، ولكن لونج بتقول ان ده لازم يحصل لان الشياطين لو فازت في المعركة دلوقتي هيقدروا انهم يستولوا على جميع الممالك حتى مملكته. فبيقول انه اذا كان الوضع كده فهو هيطلب من حد يكلم والد مو وعمه التاني عشان يجمعوا الجيش ويساعدوهم. وبتكون نيزا رجعت تاني ونازله المملكه عشان تقابل لونج، ولما بيجتمعوا الاخوات في المملكه بيتفقوا انهم لازم يتجمعوا ويروحوا يهدوا المملكه على الشياطين وينقذوا اخوهم ابنه. ولما بترجع نيزا تتكلم مع لونج وبتقول انها لازم تتابعها لان عمها مش كويس وهي الوحيده اللي هتقدر تنقذهم دلوقتي،
ولكن بيتخانقوا سوا لانها مش بتكون عايزه تمشي وراها، ولما بتمشي بيجي وراها موه، ولما بيعرف انها عايشه مش بيكون مصدق، وكمان مش مصدق ان عمهم ممكن يعمل حاجه وحشه فيهم. والعيله بتعمل اجتماع وبيقول للعم التاني ان كل ده بيحصل بسببه، لانه كان من الاول خالص المفروض يقول لاخوه ان ما ينفعش يثق في واحده من قبيله الشياطين. وبتكون لونج بتفكر هو ازاي عمها ممكن يخونهم، وبيبان انه حاطط حاجه في المشروب بتاعهم، وعشان كده لما بتكون واحده من الراقصين بتحدف عليها السيف بينقذها، لانه هو عارف انها كده كده هيغمى عليها. وبنعرف ان الشياطين هددوه ان هو هيقتلوا كل رجالته لو ما سلمش بنت اخوه واخواته ليهم، ولازم يفكر كويس جدا في ايه كويس علشانه. وبنشوف ان نيزا رجعت لبيتها علشان تسمع اهلها بيقولوا ايه، وبتشوف ان والدها اكتر واحد متاثر بوفاتها، ودايما قاعد في اوضته وزعلان وشايف ان هو السبب في كل ده. وبيفضل والدها يقول ان والدتها وحشتها جدا، وهو كمان كان نفسه يعملها باسلوب احسن من كده لما كانت عايشه. وبتقول نيزا ان هي دلوقتي بس عرفت غلطها، وان والدها فعلا كان بيحبها، ولكن كانت بيتعصب عليها عشان مصلحتها. وهو بيفضل يقول ان هو حاول يخليها بنت كويسه ويكبرها، ولكن هي تركته في يوم وليله، وكان هو المفروض من الاول خالص ما يسمحش ابدا انها تروح تتعلم الفنون السماويه، وان ده كله بسببه، وبيفضل يحمل نفسه الذنب كله. فبتفتح الباب بسرعه، بتخش تقول انها خلاص عرفت غلطها وانها لازم تعيش معاه ومش هتعمل حاجه غير انها تكون بنته، ولكن هي بتكتشف انها مجرد شبح في عالم البشر، لان هي رجعت عشان تكون بطله، ورجوعها للحياه ده خرق لنظام الطبيعه، لان اللي بيموت مش بيرجع. وبتكون عايزه تعمل اي حاجه عشان تعرفوا انها عايشه، ولكن مش بتقدر لان ده غير ممكن، ولو حصل فهيكون مصيبه. وبتشوف والدتها كمان وهي قاعده بتعيط، لان هي شايفه انها ما قدرتش تحافظ على بنتها ولا حتى تمنعها من الموت في السن الصغير ده. وبتقول انها مشتاقه جدا لريحتها في البيت وهزارها معاهم، وان كل حاجه في البيت ما فيش فيها طعم لان بنتها مش في حضنها. وبصراحه يعني انا 5 دقايق كمان وهعيط يا طنط. بتروح نيزا تقعد جنب امها، بتقول انها هتحميهم ومش هتسمح لاي حد انه يأذيهم ابدا، حتى لو كان الشيطان بنفسه. وبتكون متضايقه جدا انها مش قادره تلمس حد ولا حتى تحسسهم بوجودها. وقبل ما تمشي بتجيب بطانيه وبتغطي امها، لانها مش بتكون نايمه على السرير، وهي مش بتقدر انها تشيلها لان هي مجرد شبح. ولما والدتها بتصحى الصبح بتتفاجئ ان عليها بطانيه وهي ما كانتش متغطيه بيها عامه. وكمان دي كانت حركات نيزا بنتها، بتكون سايبه لوالدتها رساله على اللعبه بتاعتها وهي رسمه ليها هي وجوزها. ونيزا مش بتكون مصدقه نفسها وبتفضل تجري وبتدور على بنتها، وبتسال الخدم لو كانوا شافوا بنتها، فبيقولوا انه محدش فيهم شاف السيده الصغيره اللي هي نيزا يعني. ولكن والدتها بتقول ان هي واثقه ومتاكده ان بنتها كانت موجوده هنا، وانها واثقه برضو انها ترجع في يوم من الايام. بعدين بنروح الجيش وبنشوف ان في عسكري كبير العساكر جايباه، وبيقول انه خرق القوانين كلها، ولكن العسكري بيطلب من الجنرال السماح وانه يسمع منه ايه اللي حصل. وبيقول انه كان في فار في المطبخ وهو كان بيحاول يمسكه ومش اكتر. فبيقول كبير العساكر طب الفار وممكن اصدقك، ولكن الكيكه اللي كانت في بقك وقعت جوه بقك يعني بالغلط ولا ايه؟ فبيسالوا الجنرال هو ليه سرق الاكل، فبيقول ان هو رجع بالليل متاخر من الدوريه بتاعته، وكمان ما فطرش وكان جعان جدا طول الليل. فبيقول الجنرال انه مجرد عسكري وانه غلط ولازم يتعاقب، وبياخده على المكتب بتاعه وبيديله اكل. وبتكون نيزا فاكره ان والدها هيعاقبه، ولكن بالعكس هو بيداوي جرح الجندي وكمان بيقدم له اكل. اما انت راجل طيب قوي بصحيح، ممكن اجي اتغدى معاك يا عمو عشان اكمل احتياجي من البروتين. وبيقوم يقول ان هو في الماضي كان صارم جدا على بنته، وكان دايما بيخليها تشيل اي غلط هي بتعمله، لان هو كان عارف ان عندها قوه خارقه وانه مش شخص عادي ويقدر يستحمل اي حاجه، والضغط اللي بيكون عليها بيخليها اقوى، وانه كان عايز مصلحتها. ولكن اكتشف بعد موتها ان ده كان غلط، لان هي كانت محتاجه اب حنين مش جنرال قاسي. وبيقول ان الحياه ساعات بتدي الانسان فرصه تانية عشان يبتدي حياه جديده وعشان يكون بصفات احسن، وهو قرر انه يتغير للاحسن، وده كان المفروض يحصل من بدري جدا. ولكن الامر المؤسف ان بنته ما بقتش موجوده دلوقتي. وبيطلب من العسكري يمشي، ولكن الغلط اللي عمله مش هيتكرر تاني، لانه لو اتكرر هيتم نفيه. فبتقول نيزا انها شافت الحب في عيونه، ولكن بعد ما بقت مش موجوده في الحياه بتاعتهم. ولكن هي كانت غبيه لدرجه انها مش قادره تفهم حب والدها ليها وخوفه عليها. ولكن المره دي هي لازم تقدر الفرصه وهتروح تنقذ الممالك، وبعدين تطلب من الكاهن انه يرجعها الارض هنا بدون قوه، وهترجع تسمع كل كلامه، وبعدين بتختفي من المكان. وبنروح للمملكه مع ملكه الشياطين، وبيجي الوزير وبيقول ان ملك الشياطين شويه وهيمسك الممالك الاربعه. فبتقول ان ده مش هو اللي مخليها قلقانه. فبتقول ان والدها لما تعارك زمان مع الكاهن عرف ياخد منه 90% من قوته، وعشان كده قدر يغلبه. ولكن دلوقتي هي بتفكر انها تدمر الممالك الاربعه، وبفضل الجوهرة الذهبية والفضية وقتها تقدر انها تخلي والدها يرجع لقوته العظيمة، وهي كمان تكون اعظم ملكة في البحار كلها. وبتقول للوزير انه مش قوي والقتال ده مش كاره، ولكن هو ذكي، وبتطلب منه انه يروح يكلم ملكة البحار عشان ياخد منها تعويذة، وهي واثقة في انه هيعرف يعمل ده كويس جدا لانه مخادع.
لونج بتتكلم مع عمها وبتقول انه كده بيضحي باخر امل في انهم ينقذوا المملكه بما انه هو جايبها بنفسه وبيسلمها للشياطين، فبيقول ان ده مش وقته عشان تتجادل معاه، وان هو ما كانش عنده خيار عشان يختار اساسا، وان كل ده عشان المملكه واخوه. بيقول ان هو اذا خرج من هنا حي هيقتله، فبيأمر الحرس انهم يقفلوا بقه. واخوه التاني بيقول انه حتى اذا منعهم من الكلام مش هيخفف من غضبهم وبرضه هينتقموا منه. وبتيجي مساعدة ملكة الشياطين وبتطلب منهم ياخدوا كل الأسرى على السجن، ولكن لونج بياخدوها على مكان تاني لوحدها. وبتكون نيزا موجودة هناك، ولكن بتفكر إنها محتاجة مو عشان تقدر تهاجم المكان، لأن هي لوحدها مش هتقدر. ومو بيوصل له الخبر من الجنود وبيعرف إن العم خانهم، وبيقول الجنود إن ده مش وقت مناسب خالص عشان يخشوا في حرب معاهم، لأنهم أضعف منهم بكتير جدا، حتى عددهم قليل. ولكن كل الموجودين دلوقتي مش خايفين من الموت، بس لازم يستنى شوية على الهجوم. لما بيكون مصمم على الهجوم بيقول القائد بتاعهم إنهم مستحيل يفضلوا معاه، وبياخد بعض من رجالته وبيمشي، ولكن الباقي بيكونوا مستعدين يضحوا بحياتهم عشانه وعشان الممالك الأربعة. وبعدها بنشوف بنت ملك الشياطين رايحة تتكلم مع والدها وبتقول إن هو ذكي جدا وملهم، وبعد فترة قصيرة هيكون ملك للعوالم الثلاثة. ولكن دلوقتي هي عايزة تفتحه في موضوع مهم جدا، ولكن لازم الجنود كلهم يمشوا وما يكونش في حد موجود خالص معاهم. بتقول إن هي دلوقتي بقت الملكة ومحتاجة حد يساعدها في تعزيز حكمها، بالعربي يعني عايزة تتجوز، وبتختار حارس الرمح بدل ما تختار رئيس الحرس بتاعه اللي هي أساسا بتكون بتحبه وعلى علاقة بيه من أيام ما كانت متجوزة. لما بيقول رئيس الحرس إن ده ما ينفعش لأن حارس الرمح لسه راجع من الموت، بيقول ملك الشياطين إن هو ما ينفعش يتكلم في وجودهم حتى لو هو كان أكتر واحد عارف البحار الأربعة. ولما رئيس الحارس بيروح وراها وبيسأل هي ليه اختارت الحارس بتاع الرمح، بتقول إن ده عشان مستقبلهم وإن كل دي خطة، ولكن هي بتحبه هو طبعا، هم كلهم بيقولوا كده والله. وبيقول إنه عايز يكون معاها طول العمر، وإنه عايز يعمل حفل زفاف وكل البحار تشوفه، لأن هي حب حياته وهو مش قادر إنه يعيش من غيرها، ولكن هو حاسس إنه مضايقها أو هي زعلانة منه في حاجة. فبتقول إنهم عملوا حاجة صغيرة جدا من خطتهم، وإن لسه فاضل كتير جدا عشان يفكروا في موضوع الجواز. فبيقول إنهم فاضل لهم بس يراقبوا الجوهرة الفضية ويفكروا في مستقبلهم. فبتقول مستقبلي مش مستقبلنا، لأني مش بفكر غير في نفسي ووالدي. وبيقول انت كده بتستخدميه مش اكتر. وبتقول ان هما الاتنين بيعملوا كده في بعض، وان هو كمان كان بيستخدمها عشان يكون في منصب عالي. بتقول انها عشان تغزو العالم كله لازم تفكر في نفسها اولا واخيرا، وبتزرع جواه فيروس سام، وقبل ما يموت بيسأل اذا كانت بتملك اي مشاعر تجاهه، ولكن هي بتقول انها عمرها ما فكرت فيه حتى، بس عامة الفيروس هيقتله على المدى الطويل. بنعرف ان عم لونج مش هيكون حاكم معاهم في المملكة، وانهم عملوا عليه انقلاب وهيقتلوه عشان الملكة عايزة راسه. وبعد ما الكل بيخرج بتتكلم لونج مع الوزير وبتقول ان هو بينتمي ليهم وللعيلة بتاعتهم، وانه هو اللي انقذه هو وعيلته زمان، ولما كان بيقول انه لما كان والدها الملك كان الكل بيعامله كأنه خادم، فبتضحك وبتقول ان والدها كان اعمى عشان هو اللي خلاه وزير اساسا بعد ما كان طفل زمان اهله مش عايزينه. فبيقول انه مش عارف هتكون بالعند ده لحد امتى، ولكن هو بينصحها ان العند ده ما ينفعش وانها لازم تكون في صفهم. وبتقدر نيزا انها تاخد لبس واحد من الجيش وبيكونوا من رجالة الوزير عشان تقدر انها تخش البوابة اللي مسجونة فيها لونج. ولما بتخش عندها بتفضل تتكلم معاها على انها واحد من الحرس، ولكن لما بتكتشف انها صاحبتها بتفرح جدا، وبيقدروا انهم يثبتوا الحراس بتعويذة ويهربوا من المكان. بعدها بنروح للوزير وهو بيتكلم مع الملكة وبيقول ان هو اللي قبض على لونج وكمان الملوك، ودلوقتي كلهم تحت قبضته، وان هو الوحيد اللي يقدر يخرجهم او يدخلهم السجن بامر منها، وانه مش ذكي ومش قوي في المعارك، ولكن عنده اللي يخليه ماكر وقادر انه ينفذ كل خططها. فبتقول المساعدة بتاعتها ان هو كده بينسب الفضل كله لنفسه، وان كده الملكة ملهاش دور ولا هي كمان، ولكن هو بينفي الكلام ده وبيقول انه كان بيستعرض بس الحاجات اللي هو عملها. ولكن المساعدة بتقول انه كل ده حصل بمساعدتهم كلهم مش تفكيره هو بس، لان لو كان هو بس ما كانش قدر يعمل اي حاجة. وبيقول انه لسه ما قدرش ياخد التعويذة بتاعت الجوهرة الذهبية، ولكنه هيقدر في يوم من الايام، وكمان هيقدر يلاقي مكان السلحفة اللي معاها الجوهرة الفضية. فبتطلب منه الملكة انه يريح شوية لانه اكيد تعبان، فبيقول ازاي يتعب وهو في خدمتها يعني، ولكن هي بتقول ان ده امر، وانها هتخلي مساعدتها هي اللي تقوم بالادوار بعد كده، خصوصا فانها تعرف التعويذة. بعدين بنشوف ان حارس الرمح والقائد بتاع الحرس جم عند الملكة، وحارس الرمل بيدي التحية للملكة، وبتقول ان والدها كان عنده حق لانه شاب وسيم وكمان قوي ويقدر انه يشيل المملكة، وبتقول انها حط امل كبير جدا عليه في انه يخلي المملكة احسن بكتير. فبيقول انه مش هيخيب ظنها. وهو واحد من الحرس بيروح بسرعة جدا للمساعدة بتاعت الملكة وبيقول ان لونج اختفت، وان في حد هو اللي ساعدها في انها تهرب، وطبعا بترمي اللوم كله على الوزير اللي بيقول ان ده غلط وهي، لان المفروض الحرس تحت امرها وكانت تحط حرس اكتر من كده قدام البوابة. فبتقول انها شاكة فيه انه هو اللي سعى انها تهرب لانه كان وزير والدها،
بتشوف ان اخو لونج بقى واحد من قادة الحرس عند الملكة، ولكن لسه عند وعده لاخته، ولما بيشوفها مش بيقول للحرس، وبيحاول ان هو يخليها تهرب، وبيقول انها لازم تمشي من هنا حالا لانها لو ما قدرتش تمشي هيمسكوها، مش هتقدر تهرب من هنا تاني ابدا. وبنشوف بعدها ان الملكة بتعرف وبتتعصب جدا، وبتقول انهم لازم يلاقوها حتى لو كانت فين. بتطلب من فارس الرمح انه يعرض ولاءه ويروح يدور عليهم بنفسه، ولكن اللي بيلاقي نيزا ولونج هي المساعدة بتاعت الملكة، وبتستغرب جدا ان نيزا لسه عايشة، ولكن بتبدأ انها تحاربهم. وبيكون موت جاب الرجالة بتاعته وهجم على القصر وبيحاولوا انهم يحموها، وبيقدر مو ان هو يكسب في المعركة، ولكن بيرفض انه يقتل مساعدة الملكة، وبيقول ان هي عندها قوة كويسة جدا ولكن بتستخدمها في الطرف الخطأ، لان دلوقتي او بعدين الشياطين مش هيكون ليهم مكان في المملكة ولازم تفكر في المستقبل بتاعها. ولكن هي بتكون رافضة تماما انها تخون الملكة، وبتكون لونج تعبانة جدا بسبب الدواء اللي اخدته في الحفلة عند عمها، ولكن صاحبتها بتكون جنبها وبتقول انها عمرها ما هتسيبها وهتفضل تساعدها. ولكن لونج بتتعب جدا وبيغمى عليها، وبيكون مو متفق معاهم انهم يتقابلوا في نقطة معينة، ولكن مش بيلاقيهم راحوا النقطة دي بعد ما بيكونوا المفروض هربوا، وبيكون خايف جدا لانه ممكن يكونوا اتمسكوا وهو مش عارف. في الوقت ده الملكة بتكون بتتكلم وبتقول ان ملهاش دعوة هو ايه اللي حصل وقت المعركة، ولكن ما ينفعش البنت دي تهرب او حتى مو يكون عايش دقيقة كمان. والوزير ورئيس الحرس ومساعدتها بيقعوا في بعض، وكل واحد بيرمي التهمة على التاني ان هو السبب في انها هربت، ولكن الخبر الاهم في كل حاجة بيكون ان نيزا رجعت للحياة من تاني. الخبر ده بيخلي ملك الشياطين يتعصب جدا لان هي كانت اكتر خطر عليه، وبيقول ان هو شاكك في ان نيزا هي البنت الروحية للكاهن، لان كل يوم قوته بتقل وهي المفروض ان قوتها بتزيد، والنجوم بتقول ان الكاهن بقى عنده ابن دلوقتي. وبتقول نيزا للونج ان هي وعدت الكاهن انها هتساعدها وهي كمان مش قادرة ترجع بيتها، فبتقول لونج ان هي كده دلوقتي معاها عشان مش قادرة ترجع بيتها وعشان وعد الكاهن مش عشان هي. وبتتعصب جدا وبتقول انها مش عايزة مساعدة منها لانها مش ضعيفة وبنت ملك من الملوك الاربعة. ولما بتخرج بره بتلاقي نيزا المطرة بتمطر، وبتعرف ان صاحبتها حزينة لان هي كل ما تحزن المطرة بتمطر. بعدين بنروح عند ملكة الشياطين وبنشوف ان قائد الحرس بيديها حاجة كانت بينهم زمان لما والدها كان محجوز عند الكاهن، واخدوها هما الاتنين كوعد منهم انهم هيفضلوا سوا، ولكن هي دلوقتي مش بتكون عايزة ده وبتكون عايزة تبعد عنه، وبتكسر الاسورة وبتقول انه شخص كويس فعلا لانه حافظ عليها طول الفترة دي ولكن على الفاضي. فبيقول ان هو عمره ما كان فاكر انها ممكن تكون بالقسوة دي، فبتقول ان هو مجرد قطعة شطرنج تستخدمها عشان توصل لحاجة، وان هو وقح جدا عشان يفكر في حاجة اكتر من كده. فبيقول لي ان دي كلمة جديدة جدا على قاموسها، وبيكون عايز الترياق علشان السم اللي في جسمه بيقتل فيه واحدة واحدة، وبتكون هي اكيد مش مهتمة، بتسيبه وبتمشي. فبيروح للمساعدة بتاعتها وبيطلب منها الترياق، ولكن هي بتقول انها مش عارفة حاجة عنه وكمان هو مش معاها. فبيسألها انها مش خايفة لان الملكة ممكن ترميها في اي وقت زي ما عملت معاه، فبتقول انها مختلفة عنه، ولكن هو بيقول انه كان فاكر كده برضه، ولو فاكرة ان هي زي اختك فانت تكوني بتحلمي لان انت بالظبط زي قطعة الشطرنج. وفي يوم بالصدفة بتقع التوكة الخاصة بمو اللي كانت المساعدة الشخصية للملكة محتفظة بيها من بعد آخر معركة ما بينهم، والوزير بيشوفها وبيحاول انه يسخن الدنيا شوية، وبيروح يتكلم مع الملكة وبيقول ان هي بتاعت مو اللي كان المفروض يكون الوريث الشرعي اللي في المملكة بعد والده، وهو مستغرب جدا هي ليه معاها حاجة زي دي للملك مو. وبتطلب بسرعة من الحارس بتاعها انهم ينادوا المساعدة بتاعتها عشان تيجي تتكلم معاها، وبعدها بترجع نيزا عند صاحبتها عشان تصالحها، وبيقفوا سوا ضد الشر، وبيوصلوا سوا لحل متوسط ان هي مش اللي قتلت اخوها، لان هي وقتها كانت بتستخدم الرمح، والجرح اللي كان في جسم اخوها كان شكله مختلف تماما عن الجرح اللي ممكن يتسبب به الرمح. بتقول انها كمان ما ضربتش باي حاجه حاده اساسا، ولو كان في حاجه هتقتله كان اصابه داخليه زي ارتجاج في المخ او حاجه. وبيتكلموا سوا ان لسه الجوهره الفضيه مش مع الملكه، وان دي قطعه ناقصه معاها، وكمان قوه والدها اللي لسه مش كامله مخليه الوضع عندهم مش احسن حاجه، ولكن هم لازم يستغلوا الوضع دلوقتي حالا ويقدروا انهم يكسبوا الحرب دي. وبتفتكر لونج حوار قديم جدا وهي السلحفه اللي معاها الجوهره الفضيه، وانها قابلتها زمان جدا وعارفه كل حاجه عنها، ولكن في عيب بسيط، وهي انها ما تعرفش المكان اللي هي قاعده فيه دلوقتي لانها مش بتقعد في مكان واحد، وانها اكبر من 10,000 سنه. وبعدها بنروح لملكة الشياطين وبنشوف المساعدة بتاعتها وهي بتتكلم معاها وبتقول انها مش عارفة هي عملت ايه غلط ولكن مستعدة لأي عقاب، ولكن بيحاول الوزير ان هو يلمسها، بتقول ان هو مجرد خادم
ومش مسموح ان هو يلمسها اساسا. فبتقول اذا كان بيتكلم عن التوكة فهي كانت واخداها من بدري من مو ذات نفسه لما كانت بتتعارك معاه، لانها خدتها على انها اشاره للصدق، وكانت بتحاول تخلي مو في صفهم لان هو شخص قوي وهيفيد المملكه. وبتقول ان الوزير كده بيجي عليها بزياده لان الموضوع ما كانش مستاهل، ولكن هو عايز كل الاهتمام لنفسه ومش اكتر. ولكن لو الملكه محتاجه انها تعاقبها هي مستعده لاي عقاب، ولكن الوزير كمان لازم يتعاقب علشان هو قال حاجات غلط. وبيقول ان هو مستحيل يتهم شخص بريء بحاجه مش هو عاملها، ولكن هو واثق ان المساعده بتاعتها مش كويسه وانها خاينه. فبتقول ان مش اول مره يعمل كده، وان المره اللي فاتت لما البت هربت قال ان هي اللي هربتها، وكل مره يعمل كده عشان يقلل من مكانتها مش اكتر. فبتتعصب الملكه وبتقول انهم دلوقتي مش لاقيين التعويذه اللي هيفكوا بيها الجوهره الذهبيه ولا حتى لاقيين الجوهره الفضيه. وهما الاتنين بيتخانقوا دلوقتي على حاجه تافهه قدامها، وانها مش مصدقه ان دول اكبر راسين صين في الدوله بعدها، وبتطلب منهم يطلعوا بره الاوضه وانهم يتفقوا سوا، لان لو ده ما حصلش هما الاتنين هيموتوا في نفس اليوم. فبتروح المساعده بتاعتها وبتقابل رئيس الحرس وبتقول ليه انهم عملوا كل حاجه عشان هي توصل وتكون الملكه، ولكن دلوقتي هي محتاجه انها ترميهم لان دورهم خلص معاها. ولكن دلوقتي هي بتفكر في انها لو وصلت الاول عند الجوهره الفضيه هتقدر انها تساوم من الملكه على الترياق عشان هو يقدر يعيش. ولما بيسأل هو ليه ممكن يثق فيها اساسا، فبتقول انهم الاتنين في مركب واحده وهم الاتنين مش موافقين على اللي هي بتعمله. وبتقول ان اللي هي عايزاه هيعرفه في المستقبل، والمستقبل ده قريب جدا، ولكن دلوقتي هو لازم يكون عارف هو في صف مين وهي كمان في صف مين. وبيقرروا انهم هياخدوا والد الملكه كأداء علشان يعطلوا شغلها في انها تلاقي الجوهره الفضيه. وبالفعل بيروح وبيتكلم مع ملك الشياطين وبيقول ان بنته بعتت بعثه علشان يلاقوا ذاكره السلحفه وكمان اللؤلؤه او يعني الجوهره الفضيه، ولكن هو شاكك ان هي مش قد المسؤوليه دي لان جوزها مش اقوى حاجه، وبيطلب منه يروح هو كمان عشان يلاقيها. وبالفعل الملك بيوافق وبيطلب منه يروح هو كمان يدور عليها. وبعدها لما بيجيب سيره نيزا وانها رجعت وان هو شايف ان لما يكون معاهم واحد من اسلحتها هيكون خطر عليهم لانها ممكن تستخدم الموضوع ضدهم، فبيقول ان هو مش عيل صغير عشان ما يكونش عارف الحوار ده، وان هو شايف كل حاجه حواليه، وانه اخر مره يتكلم معايا في الموضوع ده هو دلوقتي ملك الشياطين وقوته احتمال كبير ترجع قريب ومفيش حد هيقدر ان هو يقف قصاده اساسا. بعدها بنشوف اخو لونج وهو في قريه على الارض، بنعرف ان رئيس القريه عنده جوهره ثمينه هو مخبيها عنده، ولكن بيكون في حرامي في الفتره دي في المكان بيحاول ان هو يبعد الجوهره عن المكان باي شكل، وبيديها الاخ لونج علشان يحميها وبيبعدها عن الحرامي اللي احنا مش بنكون عارفين هويته ده. وفي نفس القريه دي بتكون في واحده اسمها مي عندها دار ايتام وبتهتم بالاطفال اللي فيه، وبيكونوا كلهم تعبانين في نفس الوقت، وهي مش معاها فلوس كفايه، فبتروح الصيدليه وبتطلب من الدكتور اللي هناك انه يديها الدواء، ولكن مش بيكون معاها فلوس تكفيه، فبتعمل رهن للتوكه الذهبيه بتاعتها، ولكن الدكتور بيقول ان الخير مش لازم يكون من طرفها هي بس، وهو كمان حابب انه يعمل معاها خير. ولكن وهي ماشيه بتقابل الحرامي اللي بياخد منها الدواء وبيقول ان هو اسرع حرامي في الدنيا ويقدر ياخد اي حاجه هو عايزها، وبتطلب منه يقف مكانه وبتجري وراه كتير جدا، وبيكون هو مستغرب هل اللي في ايده يستحق كل المال ده، وبيفكر ان هو يرميه، ولكنها بتطلب منه انه يسيبه في ايده لان ده دواء الاطفال الصغيرين. وعلى سبيل اللعب بيطلع في وش شجره علشان يخليها تتعب شويه قبل ما تاخد حاجتها، وبتحاول انها تطلع على الشجره علشان تاخد الدواء، ولكن مش بتكون طويله كفايه عشان تاخده، بس هي بتحاول وبتقدر انها تاخده وبتنزل. ولما بترجع تاني على المكان بتاع الايتام بتلاقي ان اللورد شين موجود وبيعالج الاطفال الصغيرين، وبتشكره ان هو دايما بيقف جنبهم وانه دايما لطيف معاهم، وبتديله فاكهه مصنوعه في البلد من اهلها. وبيجي الحرامي وبيسرق الاكل من المكان اللي موجود فيه اللورد، وبيطلب رئيس القريه من الشيف انه يعمل اكل جديد عشان اللورد. بعدين بنرجع لقصر الشيطان وبيعرف من بنته ان الذاكره بتاعت السلحفه اتسرقت، وبيقول لي ان اكيد الكاهن هو اللي عمل كده، وان جينات السرقه بتجري في دمه من زمان جدا، وان هو دلوقتي حالا محتاج الجوهره الفضيه عشان يرجع لقوته ويقدر انه يحارب كاهن ويجمع الممالك الثلاثه تحت ايده، ولو ده ما حصلش هيقتلهم كلهم. وهو بيسال بنته عن الخطه اللي موجوده في دماغها دلوقتي، فبتقول له ان هم صحيح مش معاهم دم التنين، ولكن معاهم اطفال كتير جدا في القرى اللي جنبهم، وكل الاطفال عندهم نقاء يقدر ان هو يخلي عنده قوه مؤقته لحد ما يوصل للجوهره الفضيه. وبيقول حارس الرمح انهم فعلا بعتوا جيش عشان يجمعوا اكبر عدد ممكن من الاطفال. وبعدين بتروح الارض السحريه اللي موجود فيها ملكه السلحفه، وبتشوف انها قدرات خاصه ولكن محدش يعرف عنها اي حاجه. وبعدين بنرجع للحرامي تاني بتاع الاكل اللي بيشوف اللورد مع حارس الرمح وهما بيتكلموا سوا في اوضه الاجتماعات، وبيعرف منهم ان الحجر المهم جدا اللي موجود في القريه هنا في بيت اللورد، وبيقول اللورد ان الصخره دي مفيش منها اي فايده وانها مش سحريه. ولما بيخش اللورد بالليل بيلاقي ان الحرامي عنده من سرعته بيقدر انه يسرق الحجر وبيجري، وكمان السلحفه بيكون اتسرق منها ذاكره السلحفه من واحد من الجيش بتاعها، ولكن الشياطين بييجوا وبيقدروا انهم يسرقوا الذاكره.
ولكن المرة دي الحرامي بيلعب مع الشخص الخطأ عشان بيحاول انه يسرق الجوهرة، وكبير الحرس بيضربه في رجله بالسيف، فبيقول له هو انتوا مفيش حد بيهزر معاك ولا ايه؟ وبيطلع يجري بسرعة قبل ما يقتلوه. بيبان الحجر السحري بتاع المدينة وقع من جيبه بالغلط، وبتيجي نيزا مع لونج على جزيرة هولو اللي موجود فيها قبيلة السلحفة، وبيقولوا ان المفروض يلاقوا الكنز بتاعهم هنا. واول لما بينزلوا على الارض بيلاقوا ان الجيش طلع، وبيسالهم انتوا مين وليه جايين هنا وازاي اساسا دخلتوا المملكه. فبتقول لونج انها اميره البحر الشرقي وعايزه تشوف الاميره. بعدين بنروح للمساعده بتاعه الملكه وكمان لقائد الحرس، وبيقولوا انهم لازم يخلوا السر ده ما بينهم، لان لو حد عرف ان الذاكره معاهم هيكونوا في مشكله كبيره جدا خصوصا مع الملكه. ولكن دلوقتي المفروض يلاقوا طريقه يقدروا انهم يفتحوا بيها الذاكره. وبتروح المساعده تقول للملكه ان كان في حرامي سريع جدا قدر انه يسرق منهم الذاكره، ولكن بتديها فرصه كمان وهي اكيد هتجيب الذاكره دي بعد كام يوم. ولما لونج بتحقق في الموضوع بتاع ذاكرة الجزيرة بيعرفوا ان في واحد من الحرس هو اللي كان بيسرقها، ولكنهم لقوه في الغابة ولقوا كمان جنبه جوهرة السحابة العائمة. وهنا بيعرفوا انهم لازم يروحوا هناك لان اكيد اللص من المدينة هناك. وبيقولوا انه ما هي درجة تصرف مكان الجيش لانهم لازم يكونوا جنب الزعيمة بدل ما تعمل اي حاجة جنونية وتخرب المكان كله، لان هي دلوقتي مش في عقلها. ولما بيرجع اللص للمدينة بيلاقي ان في جايزة كبيرة جدا للي هيمسك اللص او هيرجع الجوهرة بتاعة المدينة. وبيروح الحرامي عند الدكتور وبيطلب منه انه يداوي الجرح اللي في رجله، وبيعرف منه ان الحرامي اللي موجود في المدينة بيسرق الاطفال كمان، ولكن هو مش بيكون بيعمل كده. فبيعرف ان اللي سرق الذاكرة والجوهرة منه هو نفسه اللي بيسرق الاطفال. وبيقول انه لو شافه هينتقم منه لانه سمعته اساسا بايظه ومش محتاجه تبوظ زياده. وفي الوقت ده بتيجي الاستاذه مي عشان تاخد نفس الدواء بتاع المره اللي فاتت، وبيكون خايف جدا انها تشوفه لانها عارفه ان هو الحرامي. وبيطلب الدكتور من استاذه مي ان هي تقعد جنب المريض بتاعه شويه علشان تعالجه. واول لما بتقرب منه بيحاول انه يبعد وشه تماما. لما بتساله هو ليه عامل كده في وشه بيقول انه عالي جدا يعني، ولكن حاسس انه مش مرتاح. فبتقول ان صوته مألوف، ولما بتشوف وشه بيطلع يجري وبيسيبها. ولما الدكتور بيسأل هل هي تعرفه فبتنكر ده وبتقول انها اول مره تشوفه. فبتقول للدكتور ان الراجل ده لو ما خدش الدواء بتاعه ممكن يموت. فبتروح بيته وبتلاقي ان هو بيحاول يداوي جرحه باسلوب طبيعي، وطبعا مش بيقدر يجري لان قوته في سرعته وهو دلوقتي مش سريع خالص. وبتقول انها مشيت ورا خطوات الدم وعرفت بيته وانه لازم ياخد الدواء حالا لان رجله فيها سم لازم ياخد الدواء. وبتبدا انها ترش الدواء على رجله وكمان بتحط الشاش على رجله عشان تربطها، ولكن هو مش بيقدر يتحمل الوجع وبيشوط الطبق اللي قدامه. فبتقول انه لازم يكون هادي ومش زي الاطفال الصغيره اللي عندها في الملجأ. وبيسألها هي مهتمة ليه جدا بشأنه مع انه سرق الدواء بتاعها في مرة وخلاها تجري ورا المدينة كلها تقريبا، وان مفيش حد تقريبا هيعمل كده غير لو كان معجب بيه. فبتقول ان هو كده بيقول سخافات وانها مستحيل تبص عليه اساسا او تفكر فيه مجرد التفكير، ولكن بيكون باين عليها انها كدابة، وبيكون هو فرحان جدا لان في حد مهتم بيه اساسا. بتوصل لونج وصاحبتها وبيقولوا ان الموضوع صعب جدا انهم يخرجوا الحرامي من وسط القرية دي كلها، ولكن بيشوفوا ان الناس كلها بتتكلم عن شخص واحد بس مجنون بيسرق الحاجة في المدينة. فبتقول لونج مين الشخص ده وليه الناس كلها هنا بتكرهه ولازم يروحوا يعرفوا مين هو الشخص المجنون اللي بيتكلموا عنه ده. فبتقول نيزا انهم حاطين مكافأة وانهم لازم ياخدوها بعد ما يحققوا المطلوب منهم. وبيقولوا للناس اللي معاهم حجر السحابة العائمة بتاعتهم، وبيكونوا طبعا ابطال بالنسبة لاهل القرية. وبيقول انه كان عايز يحافظ عليه عشان كده اداه للورد شين، ولكن مع ذلك اتسرق برضه في الاخر، بس بسببهم هم رجعوا تاني للبيت. وبيعرفهم كل حاجة عن الحرامي وانه بيسرق المال واي حاجة عليها القيمة حتى لو كانت اكل، وان مفيش حد يقدر يمسكه او حتى يبص على شكله لانه سريع جدا زي البرق. فبيقولوا انهم هيقدروا يساعدوا المدينة وان ما ينفعش يكون خايف طول ما هم موجودين. وبيروح الحرامي عند الدكتور علشان يربط رجله وبيتكلم معاه عن الأستاذة مي وإن هي ست قلبها طيب جدا لأن هي بتعتني بالأطفال الصغيرين اليتامى، وهو مش فاهم المرة اللي فاتت جري منها ليه. فبيطلب من الدكتور إنه ياخد منه الدواء وكمان يشتري منه التوكة بتاعتها اللي هي سابتها رهن المرة اللي فاتت لأن ما كانش معاها فلوس خالص، وبيكون عايز ان هو يصالحها عشان كده بيعمل الحركه دي. وبتروح لونج ونيزا على مكان بيقدروا يلاقوا فيه اماكن للنوم، فندق يعني، وبيكون مش فاضي غير اوضه واحده بس، ومش بتكون لونج عايزه تقعد معاها ولكن بتكون مضطره بقى. وبعدها بنشوف الحرامي وهو رايح عند الاستاذه مي وبيشوف هي ازاي بتعامل الاطفال بالراحه، ولكن بيتفاجئ ان اللورد الشين موجود هناك معاها وبيفكر انه ما عندوش فرصه قدام اللورد. بيفتكر انها بتحبه وبيقول انه دفع فلوس الدواء من ماله الخاص وكمان بيوصلها بنفسه. فبيفتح الباب وبيسيب الدواء قدامه عشان تطلع تاخده، ولكن مش بتكون عارفه هو مين اللي سابه، بس بتكون قادره انها تستوعب ان مفيش حد سريع لدرجه انه يسيب الدواء ويطلع يجري غيره هو. ولما بتفكر لونج ونيزا ازاي هيقدروا يوقعوا الحرامي بيقولوا انه بيحب الحاجات اللامعه وانهم ممكن يستخدموا القوه بتاعتهم في انهم يستدرجوه لحد ما يقدروا انهم يمسكوه. وفي الوقت ده بيكون رئيس الحرس بيفكر مع المساعده هم ازاي هيقدروا انهم يستفادوا بالذاكره اللي سرقوها دي وهم اساسا مش قادرين انهم يفتحوها.
فبتقول فكرة وهي إنهم يخلوا الإمبراطور هو اللي يفتحها، ومن بعدها يقدروا إنهم يوصلوا للجوهرة الفضية، وبكده يقدروا إنهم يساوموا بجد الملكة، والمرة دي لازم تظبط معاهم لأن كل مرة بتبوظ منهم. وبيقولوا إن الملكة لو عرفت بس حاجة عن الذاكرة مش هيقدروا إنهم ياخدوها منها تاني لأنها تحميها بكل ما تملك. وبنروح لنيزا ولونج وبيقول إنه لازم يلاقوا النهاردة الحرامي وإلا هتخليها تنام على الأرض. فبتقول لونج اشمعنى أنا اللي نام على الأرض؟ فبتقول إن هي مزاجها كده. وبيطلعوا هم لابسين دهب كتير جدا وهدوم فخمة علشان يقدر إن هو يلاحظهم ويقرب منهم، وفي الوقت ده يقدروا إنهم يمسكوه. وبالفعل بيطلعوا وبيبقوا في نص المدينة عشان الكل ياخد باله منهم. وبالفعل الحرامي بيشوفهم ولكن بيعرف إنه كل حاجة لابسينها تقليد، وبيجي من حظه حرامي تاني وبيحاول إنه يسرقهم، ولكن هم بيمسكوه بيفتكروا إن هو ده الحرامي. بس الحرامي الرئيسي بيلاحظ السلسلة اللي عند لونج وبيقول إن شكلها جميل ودي الحاجة الوحيدة اللي مش تقليد، وبيقدر إنه يديها لمي على أساس إنها هدية. وبيروح رئيس الحرس عند الإمبراطور وبيديله الذاكرة وبيقول إن السر اللي جواها مستحيل يتسرب، ولكن هو لسه مش لاقي الجوهرة الفضية ولازم يفتح الذاكرة دي عشان يلاقوا الجوهرة. وبيقول الإمبراطور إن دلوقتي هيجرب يفتح الذاكرة وهيشوف قوته هو أقوى ولا التعويذة. وبيبان إن حجم الذاكرة دي ممكن يكبر جدا، وبيكون قائد الحرس مستغرب جدا وبيفضل يعظم في الإمبراطور وبيقول إنه قائد العوالم الثلاثة وإنه أعظم ملك عيني شافته. فبيقول بطل كلام كتير ويروح يدور حالا على الجوهرة الفضية بعد ما كسر له تعويذة الذاكرة. ولكن الإمبراطور بيتعب فجأة وبيبان إن جسده ما بقاش مستحمل، وبيطلب من قائد الحرس إنه يستعجل إن هو الوحيد اللي كان واقف معاه من زمان جدا وهو أكتر شخص بيثق فيه. فبيطلب منه إن هو يطمن وإن هو مستحيل يخذله وهيكون عنده حسن ظنه. وبتعرف الملكة إن الذاكرة راحت عند الإمبراطور وإن قائد الحرس هو اللي أخذها الأول، وبتعتذر المساعدة بتاعتها لأنها ما كانتش تقدر تعمل حاجة بسبب إن الإمبراطور بذات نفسه هو اللي كان قايل لقائد الحرس يروح يجيبها. وبتقول الملكة إن كلهم عديمي الفائدة وإن ما فيش حد فيهم يستحق يكون معاها أساسا. فبتقول إنها من زمان جدا بسبب إنها شجاعة، ولكنها دلوقتي حاسة إن شجاعتها قلت وكمان غريب جدا ومش فاهمة هي إيه السبب، ولكن إذا كان في استمرار على الحال ده فالموت أحسن لها. وبتبدأ إنها تسحب روحها وبتقول إنها إذا كانت مش قادرة تشتغل معاها وعايزة تشتغل مع والدها فده مستحيل لأنها هتموت قبل ما تعمل ده. وبيجي حارس بيقول الإمبراطور عايزها لأنه أقنعه بأن الملكة هي اللي قدرت تجيب الذاكرة من عند أراضي هولو، وبيكون هو قدر يعمل اللي المساعدة بتاعتها ما قدرتش تعمله. وبتقول إنها كانت معاها من زمان جدا بسبب الاختبارات الكتيرة اللي عدت عليها وفضلت معاها وكانت معتبرها زي أختها، ولكن دلوقتي إذا كانت هتخضع للإمبراطور وقائد الحرس فهي مش هتكون محتاجة لوجودها جنبها، خصوصا إنها دلوقتي بقت الملكة. وبتقول إن ما عندهاش مانع إذا كانت عايزة تساعد والدها، ولكن في الأول وفي الآخر هي المساعدة بتاعتها هي مش أكتر. فبتوعد الملكة إن دي آخر مرة تساعد فيها حد غيرها، وقبل أي حاجة تحصل لازم تقول لها هي الأول. وبنشوف إن الحرامي قدر يضحك على لونج وسرق منها السلسلة بتاعتها من غير ما هي ما تحس، وبيقول إن الوضع كان سهل جدا وممل كمان. ساعتها نيزا بتستوعب اللي حصل وإن هو اتنصب عليهم وإن الحرامي كان قدام عينيهم ولكن ما يقدروش يعملوا حاجة، وبتقول لهم إن هي السبب في كل حاجة لأنها طلعت تجري بسرعة جدا. وبتقول إنها لازم تستشعر مكانها وتعرف هو راح فين، وبالفعل بيعرفوا هما الاتنين وبيروحوا عنده وبياخدوا منه السلسلة وكمان بيكتفوه لأنهم أسرع منه. وبيقول إنه هو خلاص استسلم ومش عايز حاجة تاني. ولما بيسألوه عن الذاكرة بيقول إنه بيسرق حاجات كتير وأكيد مش فاهم هما بيتكلموا على إيه، ولكن لما بيفكروه بيقول إن في واحدة ست وراجل هما اللي أخدوه وكانوا لابسين أسود، وبيقول إن دي كل حاجة هو يعرفها، وهم بصراحة بيصدقوا لأن الموضوع منطقي يعني. وبيطلب منهم بقى يوديله الحكومة بعد ما جاوب على أسئلتهم، ولكنهم بيقولوا إن الموضوع مش مستاهل إنه يروح للحكومة وإنه خلاص هيطبق عليه بس تعويذة صغيرة تخليه ما يقدرش يسرق حاجة تاني، ولكن لو شموا خبر بس إنه رجع للطريق ده تاني هيرجعوا يسلموه الحكومة. بعدين بنرجع لسيد الشياطين اللي بيتكلم مع قائد الحرس وبيقول له إنه لازم يلاقي جوهرة الفضة في أسرع وقت. وبعدين بيعرف الحرامي إن لورد شين هو اللي بيسرق الأطفال الصغيرين علشان الإمبراطور، وبيعرف إن الخطة الجاية عند اللورد هو دار الأيتام اللي فيه أطفال كتيرة جدا. ولما نيزا بتسمع عن أخبار خطف الأطفال بتروح بسرعة هي ولونج وبيمسكوا الحرامي وبيفتكروا إن هو اللي بيعمل كده، ولكن هو بيحلف إن في حد غيره وهو لازم دلوقتي يروح ينقذ حد عزيز عليه. وبيجري بسرعة جدا على الملجأ ولكن مش بيلاقي طفل ولا حتى بيلاقي الأستاذة مي، وبيخاف جدا عليها وبيقول للونج ونيزا إن كل ده بسببهم لأنهم عطلوه. بيكونوا لسه فاكرين إن هو اللي عامل كده، ولكن بيحلف إن حد غيره اللي بيسرق الأطفال. وبيقول إن اللورد شين هو اللي بيعمل كل ده علشان قوة خفية هو مش فاهم عنها أي حاجة. وبيجي بسرعة على الغابة وبيشوف الأطفال وهو مع اللورد شين وبيحاول ينقذهم، ولكن الكل بيكون ضده. حتى لما بيقول إن هو متفق مع الشياطين عشان يخطفوا الأطفال مفيش حد بيكون بيصدقه. بتخلص الحلقة لحد هنا ومش بيكون عارفين إيه اللي هيحصل تاني مع نيزا ولونج، خصوصا إن قلعة الشياطين كلها بقت تلعب على بعض وكل واحد فيهم معاهم حاجة التاني عايزها.
هل هتحصل صراعات تؤدي ان نيزا تكسب؟ ده اللي هنعرفه في الملخص اللي جاي، فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتدوس لايكك الجميل يا عزيزي. سلام.